تخيل إنك محتاج تشيل 2 كيلو فلوس علشان تشتري كيلو واحد لحمة؟ أيوه زي ما سمعت كده، الفلوس هنا مش بتتعد دي بتتوزن. المكان ده اسمه صوماليا لاند، وهنا الفلوس مرمية في كل حتة في الشارع. الناس ماشية بشنط مليانة فلوس بس عشان تشتري شوية حاجات من السوبر ماركت، ومع ذلك مفيش حد خايف يتسرق علشان الفلوس ملهاش قيمة تقريبا. رغيف العيش الواحد ممكن يوصل سعره الآلاف من العملة المحلية، ولو حبيت تشتري أي جهاز بسيط للبيت ممكن تضطر تركب عربية عشان تقدر تنقل الفلوس اللي هتدفعها. ليه كده؟ لأن صوماليا لاند لسه مش معترف بيها كدولة رسميا، عملتها ملهاش أي قيمة في السوق العالمي. غير كده كمان الأرض هناك فقيرة وما فيهاش موارد، بيعتمدوا بشكل كبير على الاستيراد الغالي، والنتيجة بقى العملة المحلية بقت ضعيفة جدا، والناس مضطرة تشيل جبال من الفلوس عشان تعيش. هتلاقي في كل شارع كشك صرافة، وناس مستعدة تديك شنط فلوس مقابل شوية دولارات أو يورو. وعلى فكرة لو معاك 100 دولار بس ممكن تطلع من هناك بمليون شيلين صومالي لاندي، وتحس اللحظة إن أنت بقيت مليونير. هل تحب تسافر في بلد زي دي؟ قول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.